الأمل بمدينة أكادير أمسية السبت على مدى ساعات للاستمتاع بأغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد في الحفل الختامي من دورة هذه السنة لمهرجان تيميتار، المزج بين الإيقاعات الخفيفة والأنغام الطربية والأداء القوي للفنانة اللبنانية أضفى على السهرة الختامية للمهرجان أجواء حماسية استعرضت خلالها ديانا حداد أجمل أغانيها وسط تفاعل من الجمهور الذي ردد مقاطعها تعبيرا عن احتفائه بالضيفة اللبنانية. المغرب معروف أكيد بحفاوته بمهرجاناته الكبيرة اللي بعتبرها أنا مهرجانات عالمية بكل المقاييس. كتير مبسوطة وبتشرف نكون معكم الليلة أكيد بهالحفل الجميل، وفعلا هذه مش أول مشاركة لي، كان لي عدة مهرجانات بالمغرب الجميل وعدة حفلات أيضا، وقصدت أنه إجا كمان على المغرب صور كليب قد ما فعلا بلد جميل بشعبه بضيافته بكل شيء. الإيقاعات الشامية الأصيلة امتزجت بالنمط الموسيقي العصري في أداء الفنانة اللبنانية، فيما بلغت السهرة ذروة حماسها مع أغنية لافيستا باللهجة المغربية والتي انتظرها جمهور السهرة وتفاعل معها بشكل كبير. أنا جيت لهون لتيميتار، هذا الفستيفال مميز كتير وفي هدول كتير مغنيين حلوين وكتير بحبهم، واليوم اجت ديانا حداد كتير بحبها، وهلا رح تبلش الموسيقى تبع المفضلة عندي لافيستا. السهرة الختامية للدورة 12 لمهرجان تيميتار كانت وفية لشعار الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم الذي اتخذه هذا المهرجان عنوانا له. مجموعة أحواش من تنود للطرب الشعبي الأمازيغي الأصيل أدت وصلات من فن أحواش تجاوب جمهور السهرة الختامية للمهرجان مع إيقاعاتها، وأظهر اهتماما شبابيا بأنماط التعبير الفني المختلفة المتجذرة في عمق المشهد الثقافي المغربي. أجواء المهرجان السنة بعد أخرى دورة أخرى كذلك نجاح، خصوصا مع الحضور الكبير ديال الجمهور من مختلف مناطق المغرب وحتى من خارج المغرب، وهذا كيبين دائما مدى مكانة المهرجانات عند المغاربة، والشعار دائما ديال المهرجان هو الفنان الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم. سنة بعد سنة المهرجان كبر الحمد لله بفضل مجهودات الجميع. الدورة 12 لمهرجان تيميتار كرست إذن مكانة المهرجان كواحد من أنجح المواعيد الفنية بالمغرب. من أكادير نعود إلى طنجة لنفتح صفحة الرياضة ونرحب بزميل